كان يا مكان كان في عجوزة عندها 3 خنازير إخوات، وما بقتش قادرة تخليهم كلهم معاها في البيت. قالت لهم يخرجوا يشوفوا حالهم ويبني لهم بيوت تلمهم. الإخوات ال3 خرجوا مع بعض في وسط الزرع، وكل واحد فيهم بيفكر هيبني بيته إزاي. قبل ما يمشوا بعيد قابلوا راجل شايل حزمة قش. الأخ الأولاني بص للقش وقال: ده اللي هيفيدني، هيوفر عليا وقت ومجهود. راح للراجل وقال له: يا عمو لو سمحت ممكن تديني شوية قش أبني بيهم بيت؟ الراجل كان كريم واداله القش، والخنزير الأولاني بنى بيته في ثانية وهو واقف مكانه. ولما خلص دخل جوه وهو مبسوط قوي إنه خلص بسرعة ومن غير تعب. في الوقت ده كان الأخين التاني والتالت كملوا طريقهم ناحية مصنع الطوب. بس بعد شوية الديب عدى من قدام بيت القش، خبط على الباب ونادى: يا خنزير يا خنزير افتح الباب ليه خلينا ادخل. لكن الأخ الأولاني رد من جوه بقلب جامد: لا يا ديب، مش هفتح لك الباب ولا حتى بشعر من دقني. راح الديب قايل: ماشي، أنا هنفخ وأنفخ لحد ما أهدم بيتك ده خالص. الديب وقف قدام البيت القش وخد نفس عميق قوي، وعينه كانت كلها شر. صدره وبطنه اتنفخوا من كتر الهوا اللي سحبه. كتب نفسه لثانية وبعدين راح نافخ بكل قوته على بيت القش. الحيطان اتهزت والباب اتخلع والبيت كله وقع وبقى كومة قش. الخنزير الأولاني طلع يجري من تحت الأنقاض وهرب بأقصى سرعته اللي عنده. في الوقت ده كان الأخ التاني والتالت لسه في طريقهم لمصنع الطوب. قابلوا راجل شايل حزمة خشب عصيان. الأخ التاني بص للخشب وقال: ده اللي هينفعني، شكله أقوى كتير من القش. وهو كمان كان عايز الطريق السهل مش عايز يتعب، فطلب من الراجل الخشب: يا عم اديني الخشب ده عشان أبني بيه بيت. والراجل اداله الخشب بكل ذوق، والأخ التاني بنى بيته في ثانية واستقر فيه، وكان فرحان إنه خلص أوام. ما عداش وقت طويل والديب وصل لهناك كمان. يا خنزير يا خنزير افتح لي الباب. يا ديب مش هفتح لك الباب حتى بشعر مديني. برضه نفس الكلام، ما بيحرمش. خلاص هنفخ وانفخ وهوجك لك بيتك ده فوق دماغك. وفضل الديب ينفخ وينفخ لحد ما البيت الخشب وجع وهو كمان. الأخ التاني مضيعش ثانية وطلع يجري على الطريق وهو مرعوب. أخيرا الأخ التالت وصل لمصنع الطوب وقابل راجل معاه حمولة طوب. يا عمو ممكن من فضلك اديني طوب أبني بيه بيتي؟ والراجل وافق وبدأ الأخ التالت يشتغل بجد. على عكس إخواته هو ما كانش مستعجل، بنى البيت بضمير وعلى مهله وخلى الحيطان قوية جدا. لما خلص بقى عنده بيت طوب أحمر متين ومظبوط بالملي. وبعدين شوية وصل إخواته التانيين وهم بينهجوا، فدخلهم ورحب بيهم جوه. قفل الباب بالترباس والقفل. الديب جه ونادى زي كل مرة: يا خنزير يا خنزير افتح لي الباب. لكن الأخ التالت رد: لا طبعا، ولا حتى بشعر من ديني. طيب هنفخ وهنفخ وأهدم بيتك. الديب قعد ينفخ وينفخ بكل ما عنده من قوة، بس بيت الطوب كان زي الجبل، ولا تهز ولا حتى اتشرخ. مهما حاول الديب ما قدرش يوقعه. ولما لقى ان العافية مش جايبة همها قرر يضحك عليهم بالمكر. نادى على الأخ التالت وقال له: يا خنزير أنا عارف حقل لفة حبوب يجنن. الخنزير سأله: فين؟ الديب قال له: في أرض عم سميث، لو صحيت بدري بكرة الساعة 6 هعد عليك ونروح نجيب عشاء. الخنزير وافق وقال له: ماشي، الساعة 6 بالتمام هكون صاحي. بس الأخ التالت كان ناصح، صحى الساعة 5 وراح الحقل لوحده. جمع اللفت ورجع البيت قبل الساعة 6. لما الديب جه وخبط قال له: جاهز؟ الخنزير ضحك وقال: جاهز ايه؟ ده انا روحت وجيت وحضرت العشاء كمان. الديب اتغاظ جدا بس ما يسكتش، جرب خطة تانية. يا خنزير انا عارف شجرة تفاح تحفة. قال له: فين؟ قال له: في جنينة ميري، عدى عليك بكرة الساعة 5 ونروح سوا. الخنزير كان نفسه في التفاح بس ما بيثقش في الديب، فصحى الساعة 4 الصبح وسبقه. الشجرة كانت بعيدة واضطر يتسلقها عشان يجمع التفاح. وهو نازل شاف الديب جاي عليه. الديب قال له: ايه ده؟ جيت قبلي؟ التفاح طعمه حلو. الخنزير قال له: قوي قوي، استنى ارمي لك واحدة. وراح رامي التفاحة بعيد قوي، فالديب جرى وراها.
في اللحظة دي الخنزير نط من على الشجرة وجرى على بيته. تاني يوم الديب جه وقال له في مهرجان في المدينة النهاردة، هتيجي؟ الخنزير قال له طبعا، الساعة كام؟ الديب قال له الساعة 3. وزي العادة الخنزير راح قبل الميعاد، اتفسح واشترى برميل خض الزبدة. وهو راجع شاف الديب جاي من بعيد، ملقاش مكان يستخبى فيه، فدخل جوه البرميل، والبرميل هو اللي بيتحرك اتجلب واتدحرج من فوق التلة. الديب شاف حاجة كبيرة مستديرة بتجري وراه، خاف وافتكرها وحش وطلع يجري. بعدين راح الديب لبيت الطوب وهو بيحكي للخنزير عن الحاجة المرعبة اللي طاردته دي. الخنزير قعد يضحك وقال له يا عبيط، ده كان البرميل بتاعي وانا اللي كنت جواه. الديب اتجنن وقرر انه ينزل لهم من المدخنة عشان يخلص عليهم. بس الاخ التالت كان اذكى منه، حط حلة مية كبيرة بتغلي فوق النار تحت المدخنة بالظبط. الديب طلع السطح وبدأ ينزل من المدخنة وهو فاكر نفسه شاطر. اول ما قرب من تحت البخار الساخن والسخام لسعه، اتخض واتلسع، فطلع يجري تاني من المدخنة ونط من فوق السطح وهرب في الغيطان ما بينش وشه التاني. ومن يومها الديب ما سابش اي اثر، والاخوات الاول والتاني عرفوا ان الشغل السريع اللي اي كلام ما بيعيش، وان الصبر والشغل بضمير هو اللي بينفع. وعاشوا هم التلاتة مع بعض في بيت الطوب القوي في امان وسعادة على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.